السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كيف حالكم البنات؟ نتمنى تكونوا بأحسن حال، وإن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية. مرحبا بكم معايا الأمهات الجدد. اليوم معايا فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا جيت نتكلم لكم على مجموعة ديال المستلزمات اللي خاصها تكون عند السيدة المرضع ولا يعني الأم مباشرة بعد الولادة، سواء كانت ولادة طبيعية ولا قيصرية. ضروري هاد المسائل يكونوا عندك، تحتاجيهم لانتي للبيبي. ما نطولش عليكم، نبداو على بركة الله. بأول حاجة بغيت نتكلم عليها هي الرضاعة. بالنسبة للرضاعة، شحال من وحدة فيكم متفقش معايا انه الرضاعة الطبيعية هي فعلا الرضاعة الطبيعية هي احسن حاجة للطفل، وكتقوي المناعة ديالو، وكتزيد هذيك الصلة وهذاك الرابط بين الام والطفل ديالها. هادشي كامل صحيح، ولكن الرضاعة كتبقى كاحتياط. يعني انا الراي ديالي الشخصي وانه السيده ملي كتوجد يعني الحقيبه ديال الولاده، ملي كتوجدي الصك ديال السبيطار، سواء كنتي معوله على قيصري ولا على ولاده طبيعيه، ضروري انك تدي معاك الحليب تاع الزياده والرضاعه كاحتياط فقط، حيت راه كتمشي للسيده معوله على يعني لا بلان والبي كيكتب حاجه اخرى. يعني شحال من وحده كتمشي معوله على طبيعي وكتستقبل القيصري. وراكم عارفين ان الولاده القيصريه من بين اهم المشاكل ديالها هو انه ما كيكونش الحليب يومين الاولى، يعني كتبقى يومين ما فيكش الحليب، يومين يمكنش البيبي يبقى يومين بلا اكل. هنا كتضطري انك تستعملي الرضاعه. ولكن انا نقول لكم علاش هو السبب. يعني الاختصاصيين غيعرفوا يشرحوا اكثر، ولكن المهم ملي كتولد المراه طبيعي كتفرز واحد الهرمون اللي دغيا كيجي الحليب، كيجي تمتم، تقدري غير يعطوك ولدك تلقاي الحليب. ولكن بالقيصري لا، كيخص واحد يومين عاد كيبدا عاد الجسم كيستوعب انه ولدتي، عاد كيبدا يتفرز هذاك الهرمون اللي كيعطي الحليب. يعني تقدر تبقاي نهار ونص يومين بلا حليب. هذا الشيء راه غادي يوقع ل 90% من النساء اللي والدين قيصري، غادي يتفقوا معايا. وهنا الزيده ما غاديش تصبر. هذا المشكل كنشوفه دائما في المستشفيات. الحل اللي كيبقى هنا هو استعمال الحليب الصناعي. وفي هذه الحاله هذه القضيه ديال لا نولف لك الحليب الفارماسيا النهار الاول ما غيشش لك البزوله، انا كنعتبر هذا الشيء ماشي صحيح، حيت ما كتوقعش دائما. يومين ماشي شي مده طويله اللي غيكون تعود فيها الطفل على الحليب الصيدليه. يومين وفاش كيكون عندك الحليب كتعطيه صدرك كيرضعو بشكل عادي، العكس باش ترجعي ليه للرضاعه ما يبغيهاش لك مازال. المهم بالنسبه للرضاعه فيها انواع واشكال وماركات. السيده الا كانت مقرره انها غتخدم بحليب الصيدليه راه غتاخد شي ماركه زوينه ولا تاع الزاج ولا هذا كان غير احتياط، راه كناخدوها غير احتياط على اساس ملي غتخرجي من السبيطار وتمشي لدارك بالصحه والسلامه ديك الساعه خدي لا مارك على حسب الاحتياج ديالك. كان خديت ماركه عاديه من البارافارماسي، يعني ماشي شي حاجه كاليتي، ماشي شي حاجه غاليه، حاجه عاديه بزاف، حيت كانت غير كاحتياط فقط. حاجه غنتكلم عليها دابا هي السكته ولا الهايه. بالنسبه للسكته حتى هي راه نفس الفكره، من الاحسن تاخذيها معاك قبل موعد الولاده. ملي توجدي الحقيبه ديال المستشفى خذيها معاك كاحتياط فقط. يعني تقدر السيده الا كانت ولاده قيصريه واخا ما كنتش معوله عليها راه كتكون واحد صعوبه ما يمكنش، كيصعب عليك 24 ساعه الاولى، صعيب بزاف انك تعطي الطفل انه يرضع ولا حتى تقدري انك تسكتيه. هنا كيبقى الحل هو الرضاعه والسكته، وما تقدريش انت تقابليه، غير السيده اللي كاينه معاك ولا الشخص اللي كاين معاك في المستشفى هو اللي غيقدر يقوم بهذه المهمه هذه. وحتى الا كانت السيده يعني والده بشكل عادي ولا السكتة أنا كتبقى بالنسبة ليا ضرورية، ومن الأحسن تولي فيها الطفل، كتعاون بزاف. يعني الطفل كان شبعان وشبع نعاس ما فيهش الجوع ما مخسرش ما فيه الصهد ما فيه البرد يقدر يبكي بدون سبب، هنا كيبقى الحل هو الهاية، كتخليك يعني يرتاح هو ما يبقاش يبكي بزاف، وحتى انت كتقدري تاخدي شغالك تقدري تمشي لخدمتك بشكل اللي هو عادي، يعني مطمنه بان راه غادي يسكت وما غاديش يبكي بزاف، حيت الهايه راه كتعاون بزاف في هذا المشكل هذا. ولا ما ولفتيهاش ليه من النهار الاول، هذه كتنطبق عليها القاعده ديال الا ما ولفتيهاش ليه النهار الاول راه ما غيشدهاش لك من بعد. يعني حاول الاسبوع الاول اللي بغات تستخدم الهايه ولا السكه تدخلها من السيمانه الاولى، وخير رفضها لك ولا واخا ترفضها لك بنتك ديري وعاودي ديري وعاودي ما تمليش راه غادي تشدها، ولكن ما تطوليش بزاف.
حاجه اخرى بغيت نتكلم عليها، عندي هنا هاد الرضيعه صغيره، هذه ديال الماء، هذه رضاعه ديال الماء، هذه ما خديتهاش غير تعطات ليا. ولكن بالنسبه لهاد الرضاعه البنات، هي كما كتشوفوا صغيره بزاف، كتهز غير 2 غيمات تاع الماء. هي الفكره ديالها مزيانه وغتحتاجيها، ولكن ماشي في الاول، حيت الماء ما كيتعطى حتى ل6 شهور. يعني كاينه واحد الفكره خاطئه انه لا عطيه يشرب عطيه يشرب، ولكن هذا الشيء راه ما صحيحش. واخا يكون سخون الحليب الام كافي، يعني 100% ما تحتاجيش نهائيا تدخلي ليه الماء. واخا يعني الماء حتى ان شاء الله يبدا ياكل، ولا حتى تبدا تاكل بنتك، يعني 6 شهور فما فوق. اللي بغات تاخذها وتخليها عندها مزيان، ولكن ما تستخدميهاش من الاول. الحاجه الاخرى اللي بغيت نتكلم عليها هي هاد الاله هذه، مضخه ولا شفاطه ولا اله ديال شفط الحليب. هذه البنات راه كنت درت فيديو خاص بها هي والحلمه السيليكون. اللي فيكم مهتمه وكيهمها الموضوع تقدر تتفرج فيه، الفيديو راه كاين لتحت فيه تفاصيل اكثر. المهم باختصار، هاد الشفاطه هذه حتى هي كتعتبر ضروريه عند بعض النساء اللي عندهم مشكل ديال الرضاعه الطبيعيه في الايام الاولى. المشكل كيكون هو ان التربيه مازال صغيره، مازال ما كتقدرش تمص الحليب بزاف، اللي كتمص غير شويه وكتشبع، ولا ما عندهاش الجهد انها تجبد الحليب مزيان، ولا كيكون الفتحه ديال الصدر فاش غيخرج الحليب، الفتحه ديال الثدي مازال ما مفتوحاش مزيان، ولا كيكون هاد النوع من المشاكل هذه. يعني كيسبب ان السيده كيتراكم ليها الحليب في الثدي ديالها، كيؤدي لواحد الاحتقان، كيولي الثدي قاصح ومنفوخ حيت فيه الحليب، وكيتزاد حليب على انتاج الحليب كيتزاد، يعني كميه على كميه، وانت اصلا ما كترضعيش. يعني كيولي واحد احتقان كيؤدي لانتفاخ وتحجر والم شديد. يعني السيده هنا كتقدر تسمح في الرضاعه الطبيعيه، ولا كتلجا للحلول وحدين اخرى غير بسبب هذا المشكل البسيط. الحل ديالو بسيط ايضا، كيكون انه تاخدي هاد البومبه اليدويه ديال شفط الحليب. انا عندك اختيار، يا اما كتشفطي الحليب وكتحطيه في الرضاعه انا تيشرب ولدك ولا بنتك، ولا هي كترميه صافي. المهم هو انك نتيا نقصتي من الحليب في الثدي وخليتيه يعني يتفش شويه ويحيد منه هذاك الاحتقان وهذاك الالم. هذا المشكل هذا كيكون يعني العمر ديالو قصير، اسبوع اسبوعين ما كيفوتهاش، الايامات الاولى فقط فاش كيكون هذا المشكل هذا، خصوصا من بعد العمليه القيصريه، خصوصا العيالات اللي والدين قيصري كيطيحوا في هذا المشكل اكثر. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالها باينه، كاين واحد المضخه ومعها واحد البوق بلاستيك، يعني بحال كيتحط على الحلمه، يعني كتكليكي على هذيك المضخه يدويا، اوتوماتيكمون كيتعصر الحليب، كيتجبد الحليب. كما قلت لك تقدري تحتفظي به، وتقدري يعني تحطيه في الدار، وتقدري ترميه. المهم هو ان الحليب خاصو يخرج من الثدي. وحاجه اخرى انه كما قلت لكم، الثدي ديال المراه سبحان الله قد ما كيرضع الدري كتر قد ما كيكون الانتاج كتر. وفي الاول كما قلت لكم كيكون التربيه مازال صغيره ما قادش تجبد بزاف، ما كيخرجش الحليب بزاف. حنا كنستعملوا هاد الشفاطه هذه ولا هاد المضخه هذه باش كيبدا الحليب يخرج مزيان، وديك الساعه فاش كتعطي للتربيه كتقدر انها تمص وترضع بشكل طبيعي، وان شاء الله هاد المشكل كيتحل دغيا. يعني هنا انا كنعتبرها حاجه ضروريه، ما فيها باس تاخذها السيده قبل توجدها حتى هي في حقيبه الولاده، وتاخذها معها المستشفى، حيت راه يعني كتمشي حتى كطيحي في الموقف عاد كتقلبي شكون اللي غيمشي لك الصيدليه، كتسولي الناس اش داروا اش درتوا لهذا المشكل. اللهم من البدايه دي معك المسائل ديالك كاملين. الثمن ديالها 45 درهم. دوزو دابا الحلمات السيليكون هذه، حتى هي البنات كتحل واحد المشكل اللي هو قريب لهذا اللي تكلمنا عليه. بالنسبه للمشكل ديال تشقق الحلمات، هذا حتى هو كيكون عند السيدات خصوصا في الولاده الاولى. كيكون هذا المشكل ديال تشقق الحلمات اللي كينتج على مجموعه ديال الاسباب، مع هو الوضعيه غير صحيحه للرضاعه. يعني السيده كترضع وهي تاكيه ولا ما كتدخلش الثدي ديالها بشكل صحيح. خصكم تعرفوا بان فم الطفل خاصو يكون مفتوح مزيان، وكتدخل يعني الراس ديال الحلمه، وهذيك الهاله السوداء اكبر جزء ممكن منها، يعني خاصو يدخل الصدر كامل ماشي غير داك الراس، باش ما يكونش الضغط عليها، باش ما تشققش. ملي كيمص لك غير داك الرويس بوحدو ومع المده كيتشقق وكيسبب هذا المشكل. تاني سبب هو الجفاف ديال هذه المنطقه هذه. خاصكم تعرفوا انه اصلا من شهر 8 شهر 9 السيده كيخصها تهتم بهذه المنطقه وتهتم بالحلمه الثدي وترطبها استعدادا للرضاعه الطبيعيه.
ولا حتى اللي ما كانتش عارفه تقدر من بعد الولاده تبقى ترطب قبل ما توقع في المشكل، قبل ما يتشقوا الحلمات. الترطيب كيكون يا اما بزيت البلديه ولا بوماده الصفراء، ولا كاينين بومادات في الصيدليه اشكال والوان على حسب هذا المشكل هذا، ولكن هذه كتبقى غير كاحتياط. اما الا مشى حتى وقع المشكل ديال تشقق الحلمات، كاين اللي كيتشقوا ليها، كاين اللي كيبقاو بحال الجروح، كاين اللي كتحس واحد الالم اللي هو شديد بزاف، كاين اللي كتسيل ليها بالدم. الا مشى حتى وقع المشكل راه هاد الترطيب هذا ما كيبقاش ينفع، يعني هادوك الكريمات كامل هادوك البومادات كامل ما بقاوش غينفعوا، هما كيبقاو كوسيله للاحتياط اللي خاصك ديريهم قبل ما الا مشى حتى طاح الفاس في الراس. راه هادوك الكريمات كلهم ما كيبقاوش ينفعوا. هنا في هاد الحاله هادي كاينه هاد الحلمات ديال السيليكون اللي هي كتخلي الطفل يرضع بشكل طبيعي، وفي نفس الوقت كيحافظ على الحلمه، يعني كتخفف هذوك الالام غير بينما تعالج، ولا بينما انها يختفي هذا المشكل. مفهوم؟ يعني هذا هو الدور ديال هاد الحلمه السيليكون، كتخلي الطفل يعني كيرضع، ما كتحرميش من الرضاعه الطبيعيه، غير ما بين ما ابره ليك الثدي ديالك، اما هي راه ما كتعالجش. غير المشكل اللي فيها كاين بعض الاطفال كيتقبلوها، كاين بعض الاطفال ما كيتقبلوهاش، كتجيهم بحال الرضاعه والسكاته ما كيبغيوهاش. وبالنسبه للحل ديال تشقق الحلمات، الحل الواحد اللي كاين وهو بسيط ومجاني، اللي هو الحليب ديالك نيت، يعني الحليب ديالك نيت هو اللي غادي يداوي لك الحلمه. الطريقه كيفاش؟ كتحاولي قبل ما تعطي لولدك ولا بنتك يرضع، كتعصري هكا بيدياتك شويه الحليب وكتحاولي تدهني به الحلمه، وملي يكمل من الرضاعه كتعاودي نفس القضيه، يعني دهني الراس ديال الحلمه ديال الثدي قبل وبعد الرضاعه. هنا غادي تلقاي ان في ظرف يومين 3 ايام كيتعالج هذا المشكل هذا. ولكن إلا بقى ما تعالجش راه يقدر يطول معاك حتى لشهر. وكما قلت لكم كتبقى هاد الحلمه سيليكون بديل مؤقت، وباش ما تحرميش الطفل ديالك من الرضاعه الطبيعيه. اخر حاجه غنتكلموا عليها هي ميزان الحراره. راكم عارفين البنات قياس درجه الحراره عند الرضيع امر اللي هو ضروري ومهم جدا، وضروري خاص الام تنتبه لهذا الموضوع هذا، يعني خاص تكون عندها جهاز لقياس درجه الحراره. كاين بزاف الانواع، ولكن هذا هو الاشهر والاكثر عمليه وحتى هو الاكثر دقه. ضروري خاص يكون متوفر عند جميع الامهات. في حالة ما الا شكيتي انه طلع سخانه ولا شتي البيبي كيبكي بدون سبب، ضروري خاصك تعبري درجة الحرارة، وإلا كانت يعني كتجاوز 37.4 هنا راه كتعتبر يعني ارتفاع في درجة الحرارة اللي هو ماشي سهل، ماشي شي حاجة اللي هذا ضروري خاصنا نتعاملوا معها. انا كنتكلم على العمر ما بين 0 حتى 3 شهور. كما قلتينا فات درجة الحرارة 37.4 هنا راه كيخصنا تدخل، يا اما كديري قويلبات ديال دوليبران ديال السيده، حتى هادو ضروري خاصهم يكونوا عند جميع السيدات، يعني ما غاديش نتسنى حتى يمرض، ضروري خاص يكون عندك قويلبات دوليبران تاع السيده، اي صيدليه طلبتيهم منهم راه غيعطيوهم لك. وفي حاله الا كان يعني ما نزلتش السخانه ولا الرقم اللي عطاكم الجهاز كتر، يعني هنا خاص ضروري تمشي للمستعجلات، يعني ضروري خاص تمشي للمستشفى تما كيديروا التشخيص، كيعرفوا السبب ديال هاد الارتفاع في درجه الحراره، وطبيعه الحال كيكون العلاج فوري، حيت السخانه راكم عارفين ماشي شي حاجه اللي كيخصنا نهملوها ولا نتلاعبوا بها. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديال هاد ميزان الحراره، كاين اللي كيستعملوا في الشرج، كاين اللي كيستعملوا في تحت البط ولا تحت اللسان. بالنسبه للعمر ديال الطفل من 0 حتى 3 شهور ولا حتى ل 6 شهور ما غاديش يقدر يتعاون معك، وما غاديش يخليك انا كتستعملي هاد الميزان تحت اللسان. يعني هاد الطريقه هذه ما كتنفعش في عمر صغير بزاف، يعني كيبقى يا اما تحت الابط على حسب الحركيه ديال الطفل، ولكن الاغلبيه كيستعملوا في الشرج. هنا كتكون يعني الرقم اللي كيعطيك كيكون دقيق جدا، وكيكون قياس درجه الحراره دقيق بزاف. كانت هذه نهايه الفيديو ديالنا اليوم، اسمحوا لي طولت عليكم. نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله.